في قديم الزمان في قرية صغيرة تحيط بها الجبال الوعرة والمراعي الواسعة، عاش راع فقير يدعى العم جابر. كان رجلا طيب القلب، لا يملك من الدنيا إلا بعض الغنمات القليلة وكوخا متواضعا بين الصخور، وثلاث بنات جميلات لم يتزوجن بعد، ليلى وسمية وهند. كانت البنات مثالا للأدب والحياء، لكن فقرهن الشديد حال دون مجيء الخطاب إليهن. وكان جابر كلما تقدم به العمر ازداد قلقه عليهن. من يرعاهن من بعدي؟ وكيف أطمئن إن رحلت عن الدنيا وهن بلا أزواج؟ فكر طويلا، وتحت ضوء القمر في إحدى الليالي الباردة خطرت له فكرة ماكرة، لم تكن شرا بل كانت حيلة بيضاء. قال لنفسه: الناس لا يأتون لبناتي لأنهم فقراء مثلي، ولكن إن ظنوا أن خلف هذا الفقر كنزا سيتسابقون عليهن كمن يسابق على الذهب. وفي اليوم التالي بدأ ينفذ خطته. جلس في وسط سوق القبيلة ورفع صوته قائلا: لقد رأيت في المنام كنزا مدفونا في الجبل، وبالفعل وجدت علامات تؤكد أن الكنز قريب، ولكني لن أخرجه الآن، بل سأبقيه لأزواج بناتي، فمن يتزوج إحدى بناتي أعطيه نصيبه من الكنز. سرعان ما انتشر الخبر في القبيلة كالنار في الهشيم، وأقبل عليه الخطاب من كل حدب وصوب، فقراء وأغنياء، شيوخ وشباب، كلهم طمعا في نصيب من الكنز الموعود. لكن جابر لم يكن ساذجا. جلس مع كل متقدم يسألهم عن نيتهم، أخلاقهم، عملهم وطريقتهم في العيش، ولم يختر إلا أفضلهم، من يحترم النساء ويعمل بيده ويعرف بين الناس بالكرم والصبر. زفت ليلى إلى حداد قوي وأمين، وسمية إلى مزارع يحب الأرض والزرع، وهند إلى معلم شغوف بالعلم. واحتفلت القبيلة بالزفاف أيما احتفال. وبعد الزواج جاءه أحد الأصهار يسأله عن الكنز. ابتسم جابر وقال: الكنز ليس ذهبا ولا فضة، الكنز هو بناتي. من صبر عليهن وعاش معهن بطيب نية نال أعظم كنز في الدنيا، الزوجة الصالحة والبيت المستور. تفاجأ الأزواج، لكنهم صدقوا كلماته بعد أن عاشوا مع البنات وعرفوا طيب أخلاقهن وصفاء قلوبهن. وسار ذكر جابر في القبائل حكاية يتداولها الناس: الراعي الذي خدع القبيلة بحيلة، ولكنه زوج بناته بالحكمة والذكاء. مرت أشهر بعد زواج البنات، وبدأ الراعي جابر يشعر براحة في قلبه. بناته سعيدات وأزواجهن رجال صالحون، لكنه لم ينسى الكذبة الصغيرة التي أطلقها في السوق: الكنز المدفون. وذات ليلة وبينما كان يسير في الجبل يرعى غنمه كما اعتاد، لاحظ شيئا غريبا: صخرة كبيرة تزحزحت بفعل المطر، وكأن خلفها تجويف في الجبل. اقترب بحذر وأزاح التراب بيديه العجوزتين، فوجد شيئا عجيبا: صندوقا خشبيا قديما عليه نقوش غريبة. فتحه بقلب يرتجف، فوجد فيه بعض العملات الذهبية القديمة، ووثيقة مكتوبة بخط يدوي باهت تقول: هذا الذهب تركته لأهلي، فإن وجد بعد 100 عام فلينفق في وجوه الخير. جلس جابر مذهولا، لقد كانت كذبته حقيقة. فقال في نفسه: سبحان الله، هل يكافئني الله على نيتي؟ لم أرد إلا ستر بناتي، وها هو الكنز يظهر. لكنه قرر ألا يخبر أحدا، بل أخذ جزءا صغيرا منه ووزعه سرا على الفقراء في قريته، وخصص جزءا لكل زوج من أزواج بناته دون أن يقول لهم من أين أتى. أما الجزء الأكبر فقد دفنه في مكان آمن، وكتب عليه وصية يقول فيها: هذا الكنز وديعة للأجيال القادمة، لا تفتح إلا إن أصاب القرية جوع شديد أو نزل بها بلاء عظيم. ومات العم جابر بعد أعوام، تاركا خلفه حكاية غريبة عن الراعي الفقير الذي كذب بحسن نية، فصدق الله كذبته وجعلها بركة وخيرا.